إخواني أخواتي السلام عليكم. اليوم بحول الله سنتناول تقريرا هاما نشره موقع 1945 المتخصص في تحليلات السياسة الخارجية والأمن القومي، وهو تقرير جاء بعنوان كسر الجمود، إطار استراتيجي لحل نزاع الصحراء. ويرى هذا التقرير بأن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب تواجه فرصة استراتيجية تاريخية لحل النزاع في الصحراء، بما يمكن من تعزيز موقع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تحديات أكثر تعقيدا في كل من أوكرانيا وإيران والسودان وليبيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحالف غير المسبوق بين مواقف كل من فرنسا وإسبانيا من شأنه أن يخلق الظروف لحل هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي. وفي هذا التقرير كيأكد الباحث أمين الغوليدي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام فرصة استراتيجية تاريخية لحل نزاع الصحراء. فإلى جانب تعزيز موقع أمريكا في مواجهة تحديات كبرى مثل الوضع في أوكرانيا وإيران، قد يساهم حل هذا النزاع في تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في شمال إفريقيا، علما أن ما يميز هذا التقرير هو الحديث عن التوافق الدولي غير المسبوق بين كل من فرنسا وإسبانيا في دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. هذا التوافق اللي كيجمع بين القوى الكبرى في مجلس الأمن يضع الأساس لحل دائم وعادل النزاع، ويعكس تحولا كبيرا في المواقف الدولية تجاه هذا الملف. وحسب هذا التقرير دائما فحل نزاع الصحراء ليس فرصة دبلوماسية للمغرب فحسب، ولكن هو أيضا فرصة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية اللي غادي تستفد من هذه الخطوة من خلال تحقيق عدة مصالح استراتيجية، أولها منع الصين من التوسع في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وثانيها تعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين خاصة مع دول المنطقة. أما ثالثها فهو تجنب الفشل الاستراتيجي الذي قد يؤدي إلى زيادة النفوذ الصيني في شمال إفريقيا. ومن بين النقاط المثيرة التي أشار إليها هذا التقرير هي ضرورة التخلص من بعثة المينورسو في الصحراء، والتي حسب هذا التقرير تعزز الافتراضات القديمة حول هذا النزاع، وتؤكد الحاجة إلى آلية ثنائية أكثر فعالية تركز على التعاون الأمني والاقتصادي بين الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والمغرب. وفيما يتعلق بالنهج الأمريكي تجاه الجزائر، يشدد التقرير على أن حل النزاع يتطلب ضغطا على الجزائر لضبط طموحاتها الإقليمية وتوجيهها نحو قيادة مسؤولة في المنطقة. وفي الوقت نفسه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية دعم الرباط في تطوير آليات واقعية لتنفيذ الحكم الذاتي في الصحراء. إذن مع التوافق الإقليمي الكبير والدعم الدولي الواسع، يبدو أن حل نزاع الصحراء المغربية أصبح أقرب من أي وقت مضى. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات حول هذا الموضوع شاركونا بها في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.